عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم عندي اليوم فيديو جديد اللي كنتمنى نلقاكم وانتم بصحه جيده. الموضوع ديال هذا الفيديو المشاهدين غنهضر لكم على تجربتي مع القرحه في رمضان. بزاف ديال المتتبعين ديالي كيخليو لي يعني استفسارات حول هذا الموضوع. اخترته لان احنا في شهر رمضان المبارك، الله يدوزو علينا وعليكم بالصحه والهنا يا ربي، اللهم تقبل منا ومنكم. بغيت نهضر لكم هذا الموضوع لان في الحقيقه استفدت من شحال من حاجه استفدت منها. شحال من حاجات انا في الاول ما كنتش عارفاها، الحمد لله كانت واحد التجربه وجات معايا الحمد لله، وبغيت نتقاسمها مع المتتبعين ديالي. غنبدا لكم من رمضان الاول اللي كنت كنصومو، فاش كانت عندي الجرثومه المعده، ومن بعد داويتها. وداك رمضان اللي جاني من مور داك سميتو كانت باقا عندي القرحه، ما عالجتهاش، كانت باقا متاثره بالقرحه. لانك ما كتعرفوا الناس اللي عندهم جرثومه المعده وسبات لهم في القرحه، انك ما كنعرفوا قرحه المعده كتجي بسبب اما جرثومه المعده او بسبب الادويه اللي كنكونوا كناخذوها. يعني الادويه الكثيره المضادات الحيويه اللي كناخذوها كتسبب لنا في الالتهابات وفي القرح ديال المعده. المهم اي كان الاسباب ديال القرح، بغيت نهضر لكم اليوم كيفاش تصوموا مع القرحه ديال المعده. شنو هو النظام الغذائي اللي انا تبعته اللي جا معايا والحمد لله باقا لحد الان كان معتمده في رمضان. لانني كما قلت لكم انا في رمضان الاول تاثرت بزاف، ما كانش عندي درايه كيفاش غنصوم، ما كانش عندي درايه كيف شنو هو النظام الغذائي اللي غادي نتبعوه باش نقدر نصوم رمضان ديالي يعني بدون اي تاثير. كنت تاثرت بزاف، المعده ديالي تاثرت، ديك القرحه اللي كانت عندي في المعده تاثرت بزاف، زادت تطورت ليا في ذاك رمضان لانني كنت كناكل. كنت كنصوم بدون استشاره طبيه، كانت كتطلع ليا الحموضه في المعده، هادشي سبب ليا يعني مشكله كبيره وجعلني كنتوقف عن الصيام، ما نقدرش نكمل رمضان بالصيام. ومن ثم خديت واحد الفكره على كيفاش نصوم. اولا وقبل كل شيء كنصح المتتبعين ديالي اللي عندهم القرح ديال المعده ما يصوموش بلا استشاره طبيه قبل ما يدخل رمضان، يمشيو عند الطبيب اللي متبعين عنده، الطبيب المعالج، ويستشروا معاه يعطيهم شي مضادات الحموضه، ولا الا كان عندهم الالم اثناء الصيام ياخذوا كيعطيهم واحد المضاد ديال الالم باش يقدروا يصوموا رمضان. وهذا الشيء خصو يكون قبل رمضان بواحد الاسبوع ولا بواحد 10 ايام باش يبداو الدواء ديالهم قبل، باش المعده ديالهم تكون مهيئه للصيام. هذا من جهه اخرى غنهضر لكم على النظام الغذائي كيفاش تقدروا تاكلوا، شنو هو النظام الغذائي اللي غتاخذوا في خلال شهر الصيام. ملي كنكونوا يعني غادي ملي كنكونوا غندير لكم من السحور. في السحور ديالنا خاصنا دائما نحاولوا ناخذوا البروتينات، ناخذوا الالياف، ناخذوا الهيدروكربونات. هذا الشيء كيخلينا المعده ديالنا يعني كنحسوا بالشبع طول النهار، يعني كنحسوا باننا شبعانين طول النهار، ما كنحسوش بالجوع. المعده ديالنا كيبقى الماكله كتبقى شاده لنا طول النهار. هذا الشيء كيضمن لنا باننا ما كيكونش عندنا داك الحمض ديال المعده كيطلع لنا بزاف، كيحافظنا على التوازن ديال الحمض ديال المعده باش القرحه اللي عندنا ما تاثرش بهذا الحمض وما تجيش تعمق داك القرحه، الله يستر، باش انها توقف في المعده. لان شحال ديال الناس في رمضان ما كيكونش واخدين الاحتياطات ديالهم، وهذا القرح كتسبب لهم كتطور لهم هذا القرح وكتسبب لهم ثقب في الجدار ديال المعده ديالهم بسبب داك الحمض المعده اللي كيطلع بسبب يعني الصيام اللي كيصوموا، بسبب الاحتياطات اللي ما كيكونوش خداوها. نحاولوا ناخذوا الالياف بحال الخضر، يكون عندنا الوجبه ديال السحور يكون فيها الياف بحال الخضار، يكون عندنا فواكه ما يكونش حامضين، داك الفواكه البنان مزيان البنان بزاف الناس اللي كيكون عندهم القرح ديال المعده. نحاولوا ناخذوا الهيدروكربونات يعني القمح ديال الشعير ولا ديال القمح الكامل، ولا مهم هادشي حتى هو كينفع الناس اللي عندهم القرح ديال المعده. والبروتينات من الاحسن يكون، وهادشي كامل من الاحسن يكون مبخر، الماكله ما تكونش طايبه في اليدين، ما تكونش ميدمه، لان داك الدهنيات كتزيد من الارتفاع ديال الحمض ديال المعده. هادشي كان كيوقع ليا انايا، لهذا فكنصحكم باش تبعدوا على الحاجه اللي مقليه وتحاولوا تعتمدوا غير شويه ديال زيت العود مع هادشي اللي قلت لكم. الخضر تكون مبخره مع شويه ديال الحوت هو مبخر، ولا الدجاج يعني اللحوم البيضاء. الا كنتو ضروري ولا بد تاخذوا اللحوم الحمراء تكون مطبوخه مزيان، تكون طيبه بواحد الطريقه مزيانه بزاف، ما تكونش طيبه يعني ميدمه. ما نعسوش مباشره بعد الاكل، نخليو واحد 2 سوايع ولا 3 سوايع عاد نعسو، لان النوم مباشره بعد الاكل هذا الشيء كيسبب في داك الحمض ديال المعده، كيولي عندنا ارتجاع ديال الحمض ديال المعده، وكيولي عندنا مشكله ديال في النهار يكون عندنا الحرقه ولا الحموضه كما بغيتو تسميوها.
لهذا فنحاولوا نجلسوا واحد المده معينه على تزيد على جوج ديال السوايع من بعد الاكل، عاد نعسوا نشربوا الماء بواحد الكميه كبيره. ضروري ناخذوا الماء الكميه، لان الماء كيعاوننا باش داك الحمض، كيعاون على التوازن ديال الحمض ديال المعده، ما يكونش كتير، كيولي عندنا واحد التوازن ديال الحمض المعده اللي هو كيأثر على القرحه. وانتم كتعرفوا داك الحمض راه صعيب بزاف، لانه هو اللي كيساعدنا على الهضم، كيساعد داك الماكله اللي كناكلوها باش كتطحن وباش كتهضم، لانه واحد الحمض صعيب بزاف. الا كانت عندنا القرح ولا الالتهابات كيولي عندنا حريق، كيولي عندنا بزاف المشاكل في المعده ديالنا. هذا ما بخصوص وجبات السحور. في الفطور كنصحكم ما تاخذوش وجبه الافطار دفعه واحده. كنصحكم باش تبداو بواحد شويه ديال المدافئ في الاول، وواحد بشويه ديال التمر، تمره ولا جوج على حسب، ونجلسوا نرتاحوا شويه، ناخذوا الماكله ديالنا بشويه علينا، لان الماكله انا كنعرفوا بان المعده ديالنا مريضه، يعني نعطيوها الماكله على دفعات ماشي دفعه واحده. ومنين ناكلوا ناخذوا صوبه، نحيدوا الحوايج اللي حامضين والحوايج اللي حارين كاملين نحيدوهم، باش دائما كنهربوا من داك الحمض ديال المعده، وكنحاولوا باش داك القرحه اللي عندنا في المعده ديالنا ما تاثرش. ناخذوا صوبان، ناخذوا واحد الكميه ديال الخبز، ديال يكون القمح الكامل ولا الشعير ولا الذره ولا نتوما اللي بغيتو. ما ناخذوش الخبز ديال الابيض، ممنوع، ما خصكش تاخذوا، لان ما مزيانش للمعده ديالنا. نبعدوا على البروتينات لانها صعيبه في الهضم، وكتاخذنا واحد المده طويله باش تهضم، وكتعذب لنا المعده ديالنا، كدير لنا واحد الضغط في المعده ديالنا. ما ناكلوش كما قلت لكم الماكله كثيره بزاف، ناكلوا الماكله على دفعات، ناكلوا شويه ونعطيو للمعده ديالنا واحد المهله باش تهضم لنا داك الماكله اللي كلينا، وعاوتاني نرجعوا ناكلوا. بهكا كنضمنوا باننا المعده ديالنا كنريحوها، وما نبعدوا على الكافيين كامل. الناس اللي عندهم الارتجاع، الناس اللي عندهم القرح ديال المعده كتسبب لهم داك الحموضه، عندهم طالعه داك الحمض المعده طالع، يبعدوا على اتاي وعلى القهوه، لان هذا الشيء هذا كيسبب في ارتفاع الحموضه في المعده. وهذا الشيء هذا كما قلت لكم مضر بالناس اللي عندهم هذه المشكلات في الصحه ديالهم. يبعدوا على الاخر، يحاولوا ياخذوا اليانسون، يعني اتاي اليانسون ولا شويه ديال الزعتر واحد بالكميه قليله. يحاولوا ياخذوا اعشاب اللي هي صحيه. البابون حتى هو مزيان، الناس اللي عندهم هذه المشكله ديال الارتجاع ديال الحموضه طالعه، ولا الناس اللي عندهم هذه ديال القرحه ديال المعده، مهم نبعدوا من القهوه ومن الاتاي اللي كاين الناس مبليين بهذا الشيء هذا. والناس اللي كيدخنوا كنصحهم بيوقفوا عن التدخين، لان هذا الشيء مضر للصحه ديالهم ومضر للناس اللي عندهم القرح ديال المعده والتهابات المعده، خصوصا اثناء شهر الصيام كما قلت لكم. وواحد الحاجه نوصيكم عليها دائما، كنقول لكم ما تاكلوش وتكاو، دائما ناكلوا ونعطيو الفرصه للمعده ديالنا، نكونوا جالسين، ما نكون في واحد الوضعيه ديال الجلوس، باش داك الحمض ما يكونش عندنا واحد الارتجاع ديال المريء. هادشي اللي كيسبب لنا مشكله في المعده ديالنا كما قلت لكم. هاد التجربه هذه كانت قاسمه معكم، لانني بالفعل شفت بان هاد شهر رمضان وبزاف ديال المتتبعين ديالي عندهم هاد المشكله هذه. كنتمنى من الله تكونوا يعني استفدتوا مني. واحد الحاجه كنصحكم بها، وهي النوم يكون عندكم كافي، النوم اثناء رمضان، لان اثناء النوم المعده ديالنا كتعاود تخدم على راسها، كتعاود ترمم داك المشكله اللي عندها في داك القرحه اللي عندها. النوم يكون كافي. السهر راه مضر للناس اللي عندهم قرح، السهر مضر للناس كاملين، بالخصوص كما قلت لكم الناس اللي عندهم قرح ديال المعده، خصهم يكون عندهم النوم كافي، باش المناعه ديالهم تكون عندهم مزيانه، باش يقدروا يقاوموا هذا المرض مع الصيام، مع الحاله ديالهم كتكون شويه ماشي هي هذيك. كنتمنى من الله تكونوا هاد النصائح هذه يعني كتستافدوا منها. بالنسبه ديال واحد الاخت عطاتني واحد السؤال، اخر سؤال جاي عندي في القناه، و كنقول لها، خلات لي واحد السؤال على الموضوع، قالت لي انا راني درت تحاليل ديال جرثومه المعده والحمد لله خرجوا لي مزيانين، ولكن باقي عندي عسر الهضم، عندي الهضم الماكله كنحس بها ما كتهضمش، كنبقى كنحس براسي شبعانه واحد المده طويله، يعني ما كيجينيش الجوع، وهذا الشيء سبب لي الوزن ديالي هبط، وليت ما مرتاحاش، نفسي ديالي ما مرتاحاش. كما كنقول لكم دائما، وواحد النصيحه اللي كنقولها دائما واللي نفعتني بزاف، حاولوا من بعد ما تاخذوا الادويه ديال العلاج من جرثومه المعده اللي هي المضادات الحيويه، وبالخصوص داك دواء بيلورا، حاولوا تاخذوا البروبيوتيك، البكتيريا النافعه اللي هي اما كتصاوبوها في الدار بشكل طبيعي، واما كتشريوها من الفارماسيان، كتباع، كتمشيو للفارماسيان بدون وصفه طبيه كتعطى.
تاخذوا البروبيوتيك. مهم جدا. الدور ديال هذا البروبيوتيك هو كيساعدنا كيساعد المعده ديالنا واحد التوازن ديال البكتيريا النافعه في المعده، لان ملي كناخذوا المضادات الحيويه فهي كتقضي لنا على البكتيريا النافعه في المعده، واللي هي كتساعدنا على الهضم. كيولي عندنا البكتيريا الضاره اكثر من البكتيريا النافعه، لهذا فكنستعانوا بالبكتيريا النافعه باش يولي عندنا واحد التوازن في المعده ديالنا، باش يولي عندنا واحد الهضم مزيان، يولي عندنا الامتصاص مزيان، امتصاص المعادن، الاملاح المعدنيه. الماكله ديالنا اللي كناكلو كامله كنستافدوا منها، ما يوليش عندنا مشاكل اخرى حنا في غنى عنها. لهذا فنصيحه من عندي، من يتساليو الادويه ديالكم ديال المضادات الحيويه باش كتعالجوا جرثومه المعده، تاخذوا البكتيريا النافعه اللي غتنفعكم بزاف. واللي بغى يعني يعرف كيفاش يصوب البكتيريا النافعه بشكل طبيعي في الدار، يدخل عندي القناه ديالي، راه دايره فيديو فيه كيفاش كنوجد البكتيريا النافعه بشكل طبيعي. كنتمنى والله ما نكونش طولت عليكم. في الاخر كنقول لكم ما تنساوش تفعلوا مع القناه بالاشتراك وبتفعيل الجرس. شكرا لكم، وتم فيديو اخر ان شاء الله.